ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ جو النهارده جميل جدا على غرار العادي. في العادي الجو بيبقى مستفز وبرد جدا جدا، لكن النهارده الجو جميل كده. فتعالى نتكلم النهارده عن موضوع انا شايفه مهم جدا. استنى، هات قهوتك، انا اروح اجيب قهوتي واجي. استنى. 2000 years later. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا، فهات قهوتك بقى، واخد بالك؟ وتعالى انا وانت نشوف هنتكلم النهارده عن ايه، او ايه هو الموضوع المهم اللي يستاهل فعلا ان انت تتفرج على الفيديو ده عشانه. المهم، طبعا انت شايف الفترة اللي فاتت الاسعار ايه اللي حاصل فيها، وان فعلا الدولار عامل ايه في الجنيه. ده خدنا زي انديكيتور كده ان الفترة اللي جاية مش هتكون ألذ حاجة ابدا يعني. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يخرب بيتك يا اللي بيت ابوك يا ابن الكلب. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ازاي تقدر، او ايه هو افضل ايفون تقدر تشتريه. في الفيديو اللي فات لو مش شفتوش تلاقيه في الاي اللي هنا او اللي هنا. بس في الفيديو ده احنا المرة دي بقى مش جايين نتكلم عن تعمل ايه، احنا جايين نسأل نفسنا سؤال كده: هي ليه اصلا منتجات ابل غالية؟ او ايه اللي بيخلي منتجات ابل سعرها يوصل للاسعار الخزعبليه اللي احنا بنشوفها دي؟ وليه على الرغم من كده الناس بتشتري؟ على الرغم من ان اسعارها غاليه قوي برده، مش في متناول الايد خالص. ولو انت متابع منتجات ابل هتلاقي ان في ما بينهم كلهم عامل مشترك واحد، وهو ان سعرهم غاليين فشخ. You're goddamn right. يعني على الرغم من ان ارتفاع السعر انت برضه بتلاقي ناس بتشتري. وطبعا لو انت قارنت المنتجات اللي ابل بتعملها ببقيه منتجات المنافسين هتلاحظ ان السعر بتاعهم فعلا غالي جدا 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 مقارنه ببقيه المنتجات اللي المنافسين بتقدمها. انت عمرك سالت نفسك كده ليه ده بيحصل؟ او ليه ابل منتجاتها غاليه جدا جدا كده مقارنه ببقيه المنتجات اللي الشركات التانيه بتقدمها؟ ابل هي الشركه اللي قدرت تحط نفسها في مكان البريميوم كده، اللي هو الشركه اللي اي حد عايز حاجه بكواليتي عالي قوي، او اي حد عايز حاجه للشغل بس بيروح لابل. وده مجهود محترم خلى الشركه بقت الخيار الاول لاي حد فعليا عايز حاجه يشتغل بيها، واي حد عايز حاجه تكون معتمد عليها من ناحيه الاداء. وابل برضو قدرت تحط نفسها في بوزيشن ان هي شركه روشه، فاهم؟ اللي اي حد معاه فلوس بيقدر يروح لها او بيقدر يشتري منها. وخلينا برضو نكون صريحين مع بعض، وعارف ان النقطه دي ممكن تكون مش اكتر نقطه مفضله عند معظم الناس، الا ان فعلا ابل قدرت فعلا تثبت نفسها كشركه من افضل الشركات اللي انت تقدر تعتمد عليها من ناحيه الاداء. منتجات ابل مقارنه ببقيه المنتجات الثانيه ما بتهنكش، لا الايفون بيهنج ولا الاي ماك بيهنج ولا اي حاجه من الحاجات اللي ابل بتقدمها بتهنج. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ حتى وان كانت المباراه دي بيبتدي يظهر فيها لاج، فده بعد ما انت تعدي اوريدي الخمس سنين بتوعهم، او الفتره اللي ابل بتقول لك فيها ان هي تبتدي تبعت لهم السوفت وير. اول ما الفتره دي تخلص الموبايلات بتبتدي طبيعي طبعا ادائها هيقل، ما بيبقاش زي الاول. عارفين الاداء اللي انت بتاخده من الشركه دي صعب تلاقيه موجود عند اي شركه ثانيه، وده بيخلي اي حد يجرب ابل ولو لمره واحده بيبقى عنده هاجس كده ان هو عايز يجمع اكبر عدد ممكن من الاجهزه بتاعت ابل، او ان هو عايز يخلي كل المنتجات التقنيه اللي هو بيتعامل معاها في حياته او في يومه تكون كلها من نفس الشركه، او تكون كلها من شركه ابل. ولكن ده ما بيحصلش طبعا. ليه؟ لان الدولار ب 30 جنيه فهنتلم شويه بقى. وده زي ما قلنا بسبب ان الشركه قدرت تخلي الناس توصفها بانها الشركه البريميوم، الشركه اللي ما فيش منها اتنين، الشركه اللي الناس الاغنياء بس اللي بيروحوا لها. طب تعالى نسال نفسنا سؤال كده بغض النظر عن اي تحيز، وبغض النظر عن انت ابل يوزر او اندرويد يوزر او ايا كان. تعالى نسال نفسنا سؤال كده: هل فعلا الشركه، او هل فعلا البرودكت اللي الشركه بتقدمها تستاهل السعر الخرافي ده كله؟ طلاق ثلاثة ما حصل. خليني اقول لك ان الاجابه في معظم الاوقات بتكون لا، ولكن في برودكتس معينه ابل بتنزلها فعلا بتستاهل سعرها، بس مش بالشكل ده برضه. خليني اوضح لك اكتر. موبايل زي الايفون مثلا، هو موبايل برفورمانس بتاعه محترم جدا جدا، وكاميراته خرافيه جدا جدا، مش هتلاقي بديل ليه في السوق. ولكن فكره ان انت تنزلي ايفون بيبتدي من اول او بيوصل لغايه 50,000 جنيه، فده اكيد طبعا موبايل عمر ما في موبايل في الدنيا هيستاهل ان انت تدفع فيه الرقم ده، حتى ولو كان بيطير يعني. ففكره ان انت تنزلي موبايل ب 50,000 جنيه وتقول لي عشان البرفورمانس ده عند امه، عند امه يا ادهم. فدي فكره غير مقبوله تماما عندي وعندك، سواء كنت ابل يوزر او اندرويد يوزر. في بقى برودكتس معينه من ابل انا ما عنديش مشكله ان ادفع فيها فلوس، زي مثلا الماك برو. انا بتكلم عن البرودكت ده بالذات لان انتوا عارفين انا بحب البرودكت ده قد ايه، او انتوا عارفين انا بحب الماك برو ده قد ايه. وحرفيا لا، في فعلا قيمه انت هتاخدها مقابل السعر انت بتدفعه، مش بس منظره وخلاص. ده كمبيوتر عندك في البيت، مش هتعرف تبراج او مش هتعرف تتفشخر بكمبيوتر عندك في البيت، ولكن انت هتاخد منه بيرفورمانس. وخصوصا كمان لو انت بتشتغل في موضوع الفيديو اديتنج او الموشن جرافيكس او الجرافيك ديزايننج،
فالبتاع ده هيكون ممتاز جدا ليك، لانه حرفيا ما فيش حاجه بتقدم عليها شبه لغايه دلوقتي. وفي النهايه يا ريت يكون الفيديو بتاعك عجبك. لو الفيديو بتاعك عجبك كده ما تنساش تروق عليا بلايك كده، تعمل لي سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس الحلو كده، عشان ان شاء الله باذن الله هنزل لك فيديوهات كتير الفتره اللي جايه فيوصلك اشعارها وتعرف تتفرج عليها اول باول. واظن انت شايف احنا بقالنا فتره شغالين وملتزمين وبننزل تقريبا حوالي كل يوم من فيديو لفيديوهين. لو عندك اي كومنت او لو عندك اي راي حابب تقوله لي اتشرف بيه جدا طبعا، وانا مستني رايك. تقدر تكتبه لي تحت في الكومنتات او تبعته لي على الانستجرام اللي هتلاقي برده اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. وما تنساش تشوف الفيديو اللي انا قلت لك عليه بتاع الايفون، ايه افضل ايفون تشتريه في الفئه اللي احنا في الفتره اللي احنا فيها دي، هتلاقي اللينك بتاعه برده تحت في الديسكربشن. وشكرا ليك جدا وشكرا لك لحسن متابعتك، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.